الناس كلها بتسأل عن كلمة وعي لما بتطلع و you introduce yourself as coach of consciousness أو محاضر في الوعي أو تتكلم عن الوعي. يعني إيه وعي؟ الإنسان عنده مخ مفكر، هو المخلوق الوحيد الواعي اللي عنده الاستطاعة إنه يقعد ينمي في الوعي بتاعه ده، يلم معرفة، يقعد يجمع معارف، يتعلم عنها، يتوعى عن نفسه أصلا، يفهم هو أصلا بيشتغل إزاي. إحنا في مجال الطب مثلا عرفنا الركبة بتشتغل إزاي، القلب بيشتغل إزاي، الجهاز الهضمي بيشتغل إزاي. في حاجات كتيرة جدا إحنا ما نعرفش هي أصلا بتشتغل إزاي. مخك بيشتغل إزاي إحنا لسه بنتعلم ولسه مش عارفين. فبقى عندنا بعضا من الوعي اللي بيعرفنا مخنا بيشتغل إزاي. يعني إيه المخ بيتبرمج؟ يعني إيه إن طفولتك بتأثر عليك وبتأثر عليك إزاي وبتبرمجك إزاي في مجال علم النفس كسايكولوجي أو كسايكو أناليسيس اللي هي نظريات التحليل النفسي، أو في النظريات اللي بتتكلم عن الانر تشايلد أو الطفل الداخلي. ويعني إيه طفل داخلي؟ فإحنا كل ده بنتوعى بيه وبنفهم إزاي هو بيأثر على السلوك بتاعنا في الوعي بالوعي. وبعد كده بنفهم هي الحاجات دي اتبرمجت في المخ ازاي في علوم النيوروساينس، المخ والاعصاب. ويعني ايه ان انا لما ابرمج مخي او اتبرمج مخي، لان ده قوانين الكون ان المخ بيتبرمج، العقل بيتبرمج. ف ازاي انه طب اعمل ايه في البرمجه اللي انا اتبرمجتها؟ فمحتاج يبقى عندي معرفه، يبقى عندي وعي، بقدر اعمل ايه عشان اغير البرمجه اللي انا اتبرمجتها. طيب ازاي الحاجات دي بتأثر على النفس ككل؟ طب سلوكي ده بيجي منين بقى من البرامج النفسيه، وازاي اقدر اغير سلوكي ده؟ طب هي الناس اصلا بتفانكشن ازاي اجمع معارف عن زي ما انا عرفتها عن نفسي كمان اشوفها في الناس. طب يعني ايه انه العلوم الروحانية وعلاقتي بالخالق ايا ما كانت الديانة بتاعتي ممكن انها تأثر على النفس؟ فيبقى عندي مجموعة معارف، يبقى عندي وعي بالصلة دي وبالاتصال. طب الله، طب احنا اتكلمنا دلوقتي عن الروحانيات وعن الروح وعن النفس. طب هو الجسد بيتأثر ازاي؟ فده كمان ليه قوانين انه النفس بتأثر على الجسد. فلو الروح والنفس كانوا في انسجام وفي الاينمنت ده بيفرق جدا مع الجسد. كل الحاجات دي واكتر منها هي المكون بتاع الوعي، واحنا لسه بنكتشف كل شوية عشان العقل يتوعى اكتر ويجمع معارف اكتر. طب ايه لازمة ده في الكورس ولا في الكوتشنج؟ ايه اهميته؟ انه كل ما اعرف الحاجات دي هتفرق معايا ازاي؟ يعني ايه لما بقى عارف ان انا مبرمج فده في الاخر هيفرق معايا ازاي؟ لما الاقي ان انا في حاجات مش جايبه لي نتائج انا حاببها في حياتي، يبقى اعرف انا ان انا اتبرمجت ازاي واتبرمجت من ايه، واقدر اغير برامجي ازاي عشان في الاخر اغير سلوكي ازاي، فلاقي النتائج اللي انا عايزها بعد كده، ان كانت على المستوى الجسدي او على المستوى النفسي او يمكن الروحاني كمان مثلا. يعني عايز اسالك سؤال سالته كتير جدا during the journey بتاعتي، مش احسن ان انا ما اتوعاش بالحاجات دي وافضل سايبها زي ما هي بدل ما افتح والحاجات دي بالكلام العادي تهب في وشي يعني؟ الرحلة دي فعلا رحلة فيها تحديات كتير، الرحلة دي رحلة فيها جهاد، وانا من وجهة نظري ان هو ده جهاد النفس الحقيقي. يعني الرحلة دي فيها مخاض بكل آلام الولادة اللي بتمر بيها الأنثى واللي بيمر بيها البيبي وهو خارج من الرحم. فيها ألم وفيها اكتشافات كتير بتبقى مش سعيدة خالص، لأن أنت كأنك كنت عايش في أوضة ضلمة وبعدين فجأة احنا نورنا النور، فكتير ممكن محتويات الأوضة دي ما تبقاش عجباك، كتير ممكن تلاقي إن هي ما كنتش عمرك فاكر إن أنت عندك المحتويات دي في الأوضة الضلمة أصلا بتاعتك.
كتير بتشوف يا نهاري ده انا قدامي شغل وجهاد كتير قوي، فده بيبقى عند بعض الناس محبط. الحاجات دي كلها بتحصل. لكن تاني هرجع للسؤال، تحب تعيش في اوضه ضلمه ولا تحب تنور النور؟ ف ببساطه لما هنور النور هعرف امشي في الاوضه مظبوط، بعد ما انا عمال بخبط في حاجات وانا مش دريان، ماشي في الحياه كانها اوضه ضلمه، وفي الاخر ما بجيبش نتائج يعني مرضيه ومستمر في الضلمه. فعندك اختيارين، يا تنور النور يا تفضل ماشي في الضلمه. طيب انت في اول الكورس قلت لنا حاجه لطيفه جدا في اول الجيرني، يعني قلت لنا pain is inevitable, suffering is a choice. يمكن هو ده الفرق ما بين الاوضه الضلمه والنور. هي دي من الخصائص اللي لما النور بيتنور بنعرفها. انه الألم حتمي في الكون، احنا هنتألم. الكون ده مش معمول علشان يفرش لنا ورد وسجادة حمراء ومخدة من ريش النعام وانا ماشي يعني، ورب العالمين ما وعدش حد بده. الحياة معمولة علشان ان احنا ننميها ونعمر الارض ويبقى لينا فعلا فايدة فريدة كالبصمة اللي احنا واخدينها هبة، يعني هدية من رب العالمين. في غفلة دي كلمتك حلوة موضوع غفلة. لما هبقى في غفلة وهبقى مش دريان وأسليب بلغة بعض المعلمين، أنا في حالة نوم، الأوضة ضلمة فهفتكر إنه أنا أقدر أتعامل مع الألم اللي هو حتمي بطرق معينة اتبرمجت عليها، المجتمع برمجني بيها، أهلي وطفولتي والبيئة اللي أنا عايش فيها برمجتني عليها. وفي الآخر ده بيجيب لنا معاناة، لأن لو مش عارف تتعامل مع الألم بصورة يعني بطريقة واعية بقواعد الألم وبقواعد المشاعر المؤلمة، انت هتفضل تتألم اكتر وهتغوص في الألم بتاعك اكتر، فده بيقلب معاك معاناة. ومن هنا جت الكلمة انه المعاناة اختيارية. الألم حتمي لكن المعاناة اختيارية. وعلى فكرة الشيء بالشيء يذكر، محدش بيعاني في الكون ده غير الإنسان. كل المخلوقات الأخرى ممكن أن تتألم، لكن عشان بفطرتها وطبيعتها الإلهية ما بتتعاملش مع الألم بالعقل المبرمج بتاعنا اللي متبرمج برامج غير واعية، فهم ما يعني بيتألموا من غير معاناة. احنا الوحيدين اللي بنتألم وممكن ناخد الألم إلى مرحلة المعاناة لجهلنا بالقواعد اللي احنا غير واعيين بيها. هسأل السؤال التاني على الكوتشنج نفسه. هو ايه الكوتشنج ومين الشخص اللي مفترض او الكوتش؟ مين هو الكوتش؟ الكوتش اصلا كلمة انجليزية في البريتش ديكشنري اكتر من الامريكان، وهي معناها هي العربة اللي بتقل المسافر من مدينة الى مدينة، وهي مش اتوبيس داخل المدينة، لا هي الحاجة اللي بتاخدك من مدينة الى مدينة اخرى. الكوتش اللي هي العربية بالسواق بتاعها ما بياخدكش يوديك في الحتة اللي هو عايزها، انت بتروح تأجره وتقول له من فضلك وديني المدينة الفلانية. هو بقى عنده وعي بتضاريس المكان، عارف الطريق اصلا انت جايز تكون ما تعرفوش، عارف المطبات فين، عارف المطالع فين، عارف المنازل فين، الكباري، الانهار، السدود، ايا كانت السكة دي، التحديات اللي هتواجه الرحالة مع بعض دول. فهنا او من هنا جت كلمة كوتش، انه هو يعرف حاجات انا معرفهاش، لكن انا عارف انا عايز اروح انهي ديستنيشن، انا عايز اسافر الى انهي وجهة، الى انهي مدينة، انا عايز اروح من الحال اللي انا فيه للحال الاخر.
وهو اللي هيساعدني ان انا اوصل. الوجهة بتاعتي انا اللي مأجر الراجل بالعربة بتاعته بالعلم بتاعه علشان ياخد بيدي ويسهل عليا عملية الوصول الى الجهة الاخرى. فما هو ما بياخدليش قراري ان انا اعمل ايه في الرحلة، ما بياخدليش قراري ان انا اروح فين اصلا عشان ده قراري انا اللي عايز اروح. هو كل اللي بيعمله لي ان هو بالعلم اللي عنده، بمعرفته بالمشوار، بمعرفته بالتضاريس وبايه اللي ممكن يحصل فينا في المشوار، هو بيفاسيليتيت التشينج، هو بيسهل عليا عملية التحول، عملية المشوار اللي من مكان الى مكان، من حال الى حال، وبيقويني بانه يديني ادوات تساعدني ان انا ممكن بعد كده اسافر الرحلة دي لوحدي او اي رحلة مماثلة انا مش محتاج ان انا اروح له تاني. خلاص انا اتعلمت عن نفسي بوعي، اخدت معرفة، وعي اتوعيت بيها، فهمت حاجات كتير، بعد كده انا مش هبقى محتاج له دايما. انا ممكن ان انا يعني خلاص استغنى عنه، اتقويت، اتوعيت، بقت عندي معارف، عرفت السكك شكلها ايه، عرفت قوانين الكون والنفس شكلها ايه، فانا ممكن امشي خلاص لوحدي، مش محتاج معايا واحد تاني بالعربية والسواق عشان يوديني من حال الى حال، من مكان الى مكان مثلا. طيب انا فاكره سؤال كنت سالته لك قبل الجيرني، وانا انفع ابقى كوتش؟ اي حد ينفع يبقى كوتش؟ زي ما اي حد ينفع يكون اي حاجه، هو اي حد ينفع يبقى كوتش. مش هنا الموضوع. الكوتشنج محتاج شويه مهارات، عندك منها بيبقى حاجه يعني لطيفه جدا، ما عندكش منها هتنميها. هتتعامل مع كوتش يعلمك ازاي تبقى كوتش. انت بتقول له انا عايز اروح الحياه لان انا ابقى كوتش، هو عارف الطريق، عارف المطبات، عارف المهارات اللي محتاج انها تبقى عندك في الرحله دي علشان تصل من حال الى حال، عشان تصل من المكان اللي انت فيه الى مكانه ان انت تبقى كوتش. فهو هيعلمك، هينمي المهارات دي عندك، وانت لو شاطر عندك طقم مهارات وعندك طقم تاني محتاج انك تكتسبه وتاكواير، خلاص هتعرف انك تنميهم وتشتغل عليهم، هتوصل انك تبقى كوتش. برضه حاجه ثانيه، الليست اوف كوتشنج سكولز، في لسته معينه للكوتشنج سكولز، يعني في مدارس كوتشنج مختلفه؟ يس في مدارس مختلفه جدا يعني في العالم، لدرجه ان انا مش ملم بيها كلها، يعني كلها مدارس فكريه، يعني زي مدارس العلم النفس اصلا هي مدارس كتيره جدا، ومش كل مدارس علم النفس حتى متفقه مع بعض، بيتجادلوا وفي حوارات ورايح جاي سوا. كمان الكوتشنج زي في مدارس الجراحه مختلفه، في الادب مختلف، اي حاجه، المدارس البوليسيه مختلفه، مدارس الجيش مختلفه، فاي حاجه فيها مدارس مختلفه. المدارس المختلفه هنصنفها شويه كده تصنيفتين رئيسيتين، وبرضه ده من وجهه نظري، امريكيه بالكالتشر والعقليه الامريكيه، واوروبيه بالكالتشر والعقليه الاوروبيه. اكيد في مدارس في القارات الاخرى يمكن انا مش ملم بيها قوي، لكن لكل واحده فيهم الخصائص بتاعتها. المدارس الامريكيه بتاخدك من الحاضر الى المستقبل، بتفرق جامد قوي بناء على الثقافه هناك ما بين الثيرابي او العلاج النفسي، وبيحطوا حاجات كتير قوي تحت تصنيف العلاج النفسي. ممنوع على الكوتش خالص بالقواعد بتاعتهم ان هو وبالمدارس بتاعتهم ان هو يتطرق اليها مع العميل بتاعه، بيقول لا ده لازم يروح لحد متخصص علم نفس يشتغل معاه. المدارس الاوروبيه مدارس معنيه اكتر بالسايكولوجي بتاعتها، بما انه اوروبا كقاره في تركيبتها الثقافيه وتاريخها الثقافي هي كانت منابع، وعلم النفس نشأ في اوروبا قبل ما يروح امريكا في اواخر القرن ال19 وفي القرن ال20. لكن كل علماء النفس حتى البروميننت المشهورين اللي الناس بتدرسهم وبتاع معظمهم ذوي نشأة اوروبيه. فالمدارس الكوتشنج الاوروبيه بتسمح بشويه براح في ان احنا نشتغل مع العميل بالماضي بتاعه، لكن طبعا القصه واضحه وصريحه جدا ان احنا مش معالجين نفسيين، مقدرش نشتغل على
العلاج النفسي، ولا نتعامل مع اي حد مصنف ان هو مريض نفسي، ولا نقدر نشخص مرض نفسي. عندنا علم كده من فوق الوش بالحاجات بنعرفها علشان يمكن نتجنبها، او علشان ننصح العميل ان هو لازم يتوجه للعلاج النفسي مع متخصص، لانه مدارس الكوتشنج غير متخصصة في العلاج النفسي خالص، ولا الكوتش ده بيدرس اساسا امراض نفسية، ولا عنده مهارات ولا عنده اكسبيرينس كافية انه هو يقدر يشتغل مع حد مريض نفسي. فهنا في خط فاصل واضح وصريح جدا جدا. انما تقدر تشتغل في الماضي، برامج الماضي لو مش عامله مرض، او لو مش عامله تاثير مرضي على صاحبها. الطفل الداخلي طبعا حاجات ليها علاقه بالبروجرامينج وبالبرمجه بتاعه الطفوله، بتاعه بعض العقد النفسيه او الصدمات النفسيه اللي ما فيهاش مرض نفسي، اشتغل عليها مفيش مشكله. لكن الخط الاحمر بتاعنا هو المرض النفسي، وطبعا لازم نتوعى بيه عشان نعرف نبعد عنه ونوجه العميل ان انت محتاج حد متخصص. ممكن نتكلم شويه اكتر عن المدرسه بتاعتنا which is ICI. المدرسه بتاعتنا ICI International Coaching Institutes، مدرسه اوروبيه مقرها في برلين في المانيا. بنشتغل بالماضي، بنشتغل عليه لان في كتير من السايكولوجي في المدرسه ومن الدراسات بتاعتنا. بندرس البيليف سيستمز، بندرس الفاليو سيستم، بندرس الايجو بمكوناته من المدرسه الروحانيه للايجو، بندرس الشادو وده حاجه في السايكولوجي من مدرسه كارل يونغ، بندرس السيستمز ودي حاجه اعتقد ان احنا متفردين بيها، يمكن نكون دونا عن المدارس الكوتشنج الثانيه. والسيستميك ثينكينج بندرس NLP كتير. ال NLP اللي هي النيورو لينجويستيك بروجرامينج، البرمجه اللغويه العصبيه، ودي فيها كتير من علم النفس، وفيها كتير من التكنيكس اللي بتساعدنا وبتمكننا ان احنا نشتغل مع الكلاينتس بتوعنا. وممكن ادعي ان انا حطيت حاجات كتير من عندي من مدرستي انا بتاعت الانتجرال كونشسنس او الوعي المتكامل او التكاملي ايا كان هنترجمها ازاي. احنا بنمكن العميل بتاعنا في ال6 اشهر بتوع الدوره او الرحله زي ما بنسميها، بنمكنه بوعي بيجمع معرفه كتيره قوي عن السايكولوجي والسبيريتشواليتي والنيورو ساينس، علوم المخ والاعصاب، النيورو لينجويستيك بروجرامينج، المايند بادي اند سبيريت ازاي بيتجانسوا ويبقوا الايند مع بعض ويتكاملوا سوا، المايندفولنس ومدارس الحضور، السايكو اناليسيس والتحليل النفسي، الصوفيه، السبيريتشواليتي. وبما ان احنا هنا في الشرق الاوسط ميولنا اسلاميه ودينيه بوجه عام، فطبعا بيبقى تطرقنا الى المدرسه الروحانيه او الى الموضوع الروحاني في الكوتشنج وازاي النفس محتاجاه عشان تمكن نفسها، فبيبقى شويه ممكن يكون اميل الى الفكر الصوفي. بما انه الروحانيه مهمه جدا للنفس والنفس مهمه للجسد، واداره النفس محتاجه تعرف تديره عند ال3 مراكز دول، الروحاني والنفسي والجسدي. وده من عندي مش من عند ICI. ناس كتير قوي كانت بتقلق او لغايه دلوقتي لسه بتقلق من فكره انه ايه ده انا هدرس كوتشنج ده قريب سايكولوجي يبقى بعيد قوي عن الدين، يبقى احنا هنصرف، بما اننا اتكلمنا عن الصوفيه يعني والروحانيه وكده. on the contrary انا حصل معايا العكس. فلو انا سالت حضرتك الناس اللي خايفه انها تبعد عن حصل معاك العكس يعني ايه؟ قربت اكتر، I got connected اكتر، حاسه ان انا بقيت فاهمه العلاقه بتاعت الاثنين مع بعض. الاثنين اللي هم ايه؟ الدين والفلسفه والسايكولوجي يعني. فده فرق معاك ازاي؟ فرق معايا ان انا بقيت حاسه ان انا كونكتد اكتر. مش عارفه اقولها ازاي. كونكتد بايه؟ بالخالق، بالاله، بالدين. بقيت بشوف الدين من وجهه نظر اعمق من اللي على الوش. في ناس كتير قوي بتقلق جدا من القصه بتاعت الكوتشنج فيرسز التدين. لا احنا كده هنبعد وهنروح بقى نبقى ليها اسم بس الحقيقه انا مش فاكراه كمان، يعني هنبقى في الدنيا دنيويين جدا، ما بنفكرش في اي حاجه تانية other than الدنيا. اللي انا اقدر اقوله ان ده مش في المدرسه بتاعتي،
ولكن يمكن مدارس اخرى جايز يمكن ناس فهموا حاجات بطريقه مختلفه احتمال. لكن اللي انا ممكن ااكد عليه كويس قوي 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 ان ده ما بيحصلش معايا، ومش في المدرسه اللي انا بنتمي اليها ولا في الكورس اصلا بتاعنا. انا شخصيا عن تجربه شخصيه ده قربني من ربنا ومن روحانيته. فهمني حاجات كتيره بصوره انا عمري ما كنت متوقعها، وده بيحصل مع مجمل المتخرجين من عندنا. حصل معايا الحقيقه بس يعني مثلا يعني، لكن انا فعلا ما اعرفش المعلومه دي ممكن انها تكون حصلت مع ناس تانية، انا فعلا ما عنديش المعلومه يعني. ما اعرفش لو حضرتك عايز تزود او توضح حاجه تانية. بتجيلنا اسئله زي مثلا كم مره احنا 27 اسبوع حضوري بيكونوا مرتين كل اسبوع، الثلاث والاربع من 6 ل 10 مساء في المكتب عندي. الناس اللي عايشه في مصر بتيجي تحضر، والناس اللي خارج مصر بتشتغل على الزوم. المكتب مهيأ انه يستضيف ده وده. بنشتغل باللغتين العربيه والانجليزيه. الماده العلميه كلها بالانجليزي. اشكرك ان انت فتحتي الموضوع ده. الماده العلميه كلها بالانجليزي نظرا لانه المواد معظمها غير معربه، وانا بشرح باللغه العربي والانجليزي. لو اي حد عنده تحدي معين في اللغه لا بنشرح له، لكن اكيد برضو بنطلب من المتقدم او اللي هيحضر معانا ان هو يبقى عنده على الاقل بيزك نوليدج باللغه الانجليزيه عشان ما يتعبش قوي. لكن الجدير بالذكر ان ناس كتيره حضروا معانا من السعوديه ومن الامارات، وكان اللغه الانجليزيه بتاعتهم بسيطه جدا، وبكل امانه اشتغلوا على نفسهم. ويمكن طبعا اكيد بذلوا مجهود كمان في الترجمه اكتر من الناس اللي الانجليزي بتاعها يعني يسمح لها كويس، مستوى معقول. لكن برضو وصلوا ونجحوا وفهموا، والدنيا كانت فيهاش اي مشكله خالص. الامتحان بيبقى بعد 6 اشهر، بنسيب فتره المذاكره. يكون مش بس الامتحان الكتابي اللي هو بيكون 4 ساعات كتابه نظري جدا. مهم جدا بالنسبه لنا انه الشخص يبقى مش حافظ. في ال6 اشهر بتوع الكورس بيبقى فيه ضغط مننا، بحاول انا والمساعد او المساعدين اللي معايا ان احنا نضغط على المتدرب ان هو يمارس يطبق عملي كل المعرفة اللي عمال ياخدها على مستوى الوعي بتاعه، يجمع معارف كتير يتوعى بيها ويطبقها. والامتحان بيكون عايز اشوف انت بتجاوب من خبرة ولا من الكتاب. فمهم ان الامتحان يبقى يوريني ان المتدرب بيجاوب من خبرته بعد تطبيقه للي احنا عملناه. هو حاطط المعلومات دي في الورق بسهوله، مش قاعد يكسر دماغه عشان يفتكرها من الماده العلميه اللي احنا خدناها كان شكلها ايه. والامتحان مش بس على الامتحان الكتابي، في ناس عندها قدره على الحفظ عاليه جدا، فمش ده هو المؤشر اللي انا باخده. انا ببقى شايف الشخص ده اشتغل على نفسه ازاي خلال ال6 اشهر، قدرته على الاستيعاب كانت شكلها ايه، وعلى التطبيق كان شكلها ايه، نتائجها عليه كانت عملت ايه. الامتحان الكتابي، الكيس ستاديز بعد كده بناخد حالات بندرسها، وقدرة الكوتش على انه يطبق اللي عمله على نفسه في 6 اشهر يحطه ازاي في صيغة اسئلة على العميل بتاعه في الكيس ستاديز، وازاي يقدر ان هو ينور، وقدرته انه ينور بالاسئله بتاعته للعميل بتاعه يفاسيليتيت التشينج زي ما قلنا، يسهل له رحله التغيير اللي هو بيشتغل عليها. بضرب الحاجات دي كلها في الخلاط عندي وبشوف انه هذا الشخص يصلح ان انا يعني ياخد الشهاده من المدرسه بتاعتنا. وناس كتير بتتوفق وتنجح، اللي ما بيتوفقش ممكن يعيد، واللي بيعيد بيستمتع. في ناس عادت بالمرتين والثلاثه، وناس بعد ما خلصوا ونجحوا وخدوا الشهاده جم وعادوا برضه، لانه كم المعلومات وكم الكونتنت اللي احنا بنشتغل فيه من كتر ما هو بيكون تقيل وهم نجحوا فيه او كل حاجه، لكن لما بيجوا يحضروا تاني بعد سنه، بعد 6 اشهر، بعد سنتين، حتى عندي ناس بيقدروا يستوعبوه بمستويات اعمق بكثير وبنظارات مختلفه وبوعي مختلف. مش كل الناس لازم تكون عايزه تبقى كوتشز عشان تحضر الكورس. لا طبعا مش لازم خالص. ناس كتيره اتحضرت معانا وما دخلوش الامتحان
وما كانوش مهتمين بان هم ياخدوا السيرتيفيكت اصلا، وفرق معاهم في حياتهم. هم جايين عشان يشتغل على نفسه، عشان يحسن علاقته باهله، بمراته، بعياله، بالشغل بتاعه، بنفسه، علاقته بنفسه. ففي ناس كتيره جدا يعني جت ولقيت انه لا، انا مش عايز احضر الكورس ده علشان ابقى كوتش، انا عايز احضر الكورس ده عشان نفسي، عشان وعي، عشان اولع النور، مش علشان اساعد حد. انا سعيد في شغلي، مش عايز اغير شغلي، مش عايز اعمل كوتشنج، مش شايف ان انا اصلح ابقى كوتش اي حاجه. وبيقولوا ان هم عايزين يعملوا ده عشان نفسهم، مش عشان اي حاجه تانية. ثانك يو سو ماتش، بجد شكرا على الاجابات والتنوير. واتمنى لو في اسئله تانية ممكن نعمل حلقه اخرى من الاسئله. ممكن نعمل حلقه اخرى من الاسئله. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو ساره. انا كان معايا ساره يعقوب من ورا الكاميرا. بشكرك على وقتك وعلى مجهودك وعلى اهتمامك بالموضوع من اجل مساعده الناس. الحلقه دي احنا سجلناها لان هي قالت لي انا عندي اسئله وعايز اعمل معاك حديث علشان خاطر نوعي الناس ونعرفهم هي ايه المدرسه، وانا نفسي الناس يستفيدوا زي ما انا استفدت. فخدت من وقتها ومن مجهودها يعني دي اقل حاجه. ثانك يو ساره. الناس لو تعرف الانفستمنت اللي حضرتك بتعمله يعني الموضوع هيبقى مختلف خالص. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you.